في المرتبة الأولى صلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ومن دون مقدمات هنبدأ. بيبدأ فيلمنا في لندن مع جاك واللي بيكون شغال حارس أمني في قوات النخبة البريطانية، وبيكون جاك عايش حياة أنيقة ومرفهة وحاجة آخر دلع بحكم شغله مع شخصيات سياسية كبيرة. وفي يوم بيكون عند جاك مهمة وهي حماية وتأمين السيد كوراسو، واللي بيكون تاجر سلاح وسيط بين شركات التصنيع العسكري الآسيوية والأوروبية. وبيكون جاك وفرقته مأمنين مداخل ومخارج مدينة لندن، وده استعدادا لسفر السيد كوراسو هو وعيلته. وفجأة بيتصاب السيد كوراسو هو جوه طيارته برصاص في دماغه بتؤدي إلى وفاته، وبينهار ساعتها جاك، وده لأن المهمة فشلت على آخر دقيقة. وبعد سنتين بنشوف جاك بعد حياته ما اتغيرت وخسر المكانة اللي كان بيتمتع بيها واتمرمط آخر مرمطة، وكمان رتبته نزلت وبقى بياخد المهمات الخفيفة اللي ملهاش لازمة بعد ما كان كل تعاملاته مع الرؤساء والملوك والسياسيين. وبيكون جاك وهو في مهمة حماية محامي اسمه سامون، واللي بيكون مستهدف من منظمة إرهابية، وبيخلص على كل القتلة اللي موجودين فيه، وبعدها بيدخل يجيبه من مكتبه بسرعة قبل ما يتم تفجير المبنى. وبكده بيقدر جاك انه ينجح في اول عمليه ليه بعد الفضيحه اللي اتعرض ليها بسبب اغتيال السيد كوراساو. وفي نفس الوقت في بيلاروسيا بنشوف الرئيس فيدالاب سلاف، واللي بيكون بيحكم البلاد والحديد والنار، وكان بيقتل اي حد من شعبه يفكر بس انه يعارض. وفي يوم بيهجم الرئيس بجيشه على بيت دكتور جامعي اسمه اميسوف كان كتب عنه كلام وحش في الجرايد، وعشان كده بيقتل فيدالاب سلاف عيله اميسوف قدام عينه بكل وحشيه. وبعدها بيبعتوا على معسكرات الاعتقال اللي هو بناها علشان يقمع شعبه فيه، وبيتحبس هناك لمده 3 سنين. وبعد فترة بيتسرب اللي حصل مع اسيموف في البلد كلها، وبسبب ده بتحصل ثورة كبيرة في البلد على حكم فيدالاب سلاف، وبتتدخل المحكمة الجنائية الدولية في الموضوع وبتقبض عليه وبتخرج اسيموف من المعتقل، وبتبدأ تحقق معاه وبتعرف الجرائم اللي عملها في باقي الشعب البيلاروسي. لكن وبسبب ان مفيش اي دليل كفاية على التهم دي، مش بتقدر المحكمة الجنائية الدولية واللي بيكون مقرها في هولندا انها تحكم على فيدالاب سلاف. وبتبدأ الصحافة العالمية تتكلم وتسأل لو في شخص يقدر يقدم اوراق ومستندات تدين فيدالاب سلاف. وفي الوقت ده في مانشستر وتحديدا في المكتب المركزي للانتربول بنشوف السجين داريوس كيناكايب، واللي بنعرف واحد من اشهر القتلة المأجورين في العالم، ونفذ عمليات اغتيال في حق الدبلوماسيين وشخصيات سياسية كبيرة. وبيجتمع مدير المركز وكبار الانتربول مع داريوس وبيعرضوا عليه انه يشهد على جرائم الرئيس فيدالاب سلاف، وده بسبب علاقتهم القديمة ببعض. وفي مقابل ده هيتم العفو عن كل الجرائم بتاعته، ومراته سونيا هتبقى حرة من تاني. فبيتعصب داريوس وبيقول لهم ان مراته بريئة وانهم قبضوا عليها بسبب علاقتها فيه مش اكتر، فبيقولوا له ان التهمة دي كفاية انهم يعدموها، وبيطلبوا منه انه يفكر لان مش بيكون عندهم وقت. فبيضطر ساعتها انه يوافق علشان ينقذ مراته، وبيتم تجهيز فرقة حماية علشان ينقلوا داريوس بأمان لهولندا. وبتكون قائدة الفرقة دي هي العميلة إيميليا روسل، واللي بنعرف انها حبيبة جاك السابقة. وبتتحرك إيميليا وفرقتها مع داريوس ويكونوا حابسينه لانهم خايفين لا يهرب منهم، لكن داريوس كان عمال يشتم فيهم ويتريق عليهم طول ما هم في طريق. وهم في الطريق بتلاحظ إيميليا وداريوس ان في حركة غريبة بتحصل حواليهم، وفجأة بتنفجر العربية اللي هم فيها وبتقلب على ظهرها، وبيهجم ساعتها عدد ضخم من الرجالة التابعين لفيدالاب سلاف، وبيبداوا يقتلوا في رجالة إيميليا لحد ما بيخلصوا عليهم كلهم. لكن بتقدر إيميليا وداريوس انهم يخرجوا من العربية بسرعة وبيبداوا يقتلوا في رجالة فيدالاب سلاف، لكن بيتصاب داريوس في رجله وبيقع على الارض. وبكده مش بيكون قدام إيميليا اي خيار تاني غير انها تاخده وتهرب بيه. وبتاخد إيميليا داريوس وبيروحوا البيت تابع لمكتب الانتربول، وهناك بيحاول داريوس يخرج الرصاصة من رجله، وبيقول لإيميليا ان في حد خانهم من جوه مكتب الانتربول، وبيطلب منها انها تتصل بحد تكون واثقة فيه عشان يجيب معدات طبية عشان يخرج الرصاصة اللي في رجله. فبتسمع إيليا كلامه وتصل على اكتر شخص واثقة فيه وهو حبيبها السابق جاك، وبتديله عنوان البيت اللي هي قاعدة فيه، وبتطلب منه يجي بأقصى سرعة عنه. لكن جاك بيرفض وبيقول لها انها كانت في صفحة حياته القديمة وهو خلاص قفلها. فبتزعق له إيميليا وبتشتمه وبتطلب منه انه يجي لها بسرعة لان عندها مهمة ومحتاجاه يجي يساعدها فيها. وفي نفس الوقت في مركز اعتقال الانتربول في هولندا بيجي لسونيا اتصال من جوزها داريوس اللي بيقعد يتغزل فيه، وبيوعدها انه هيحررها من السجن في اقرب وقت ممكن. لكن وقبل ما يغني ليها اغنيتها المفضلة الخط بيقطع، وبتقعد سونيا تشتم وبتكسر التليفون. وبيروح جاك لإيميليا اللي اول ما بيشوفها بيقعد يزعق لها لانها هدته. فبتقول له إيميليا انها محتاجاه يساعدها في اهم مهمة في حياتها المهنية، لكن جاك بيرفض للمرة التانية، وبيبدأ يلومها على مقتل
وسيط الأسلحة كوراساو، وده لأنها الشخص الوحيد اللي كان يعرف اسم الراجل وموعد سفر. لكن إيميليا بتنكر إنها مسؤولة عن اللي حصل، وبتقوله إنها سابته لأنه شك فيها بإنها السبب فشل مهمته، وهي بريئة من كل ده أصلا. وفجأة بيخرج داريوس من أوضته، وبمجرد ما بيشوفوا جاك بيهجم عليه وبيدخلوا مع بعض في قتال عنيف، وبنعرف وقتها إنهم كانوا عارفين بعض من زمان. ومش بيقدر داريوس يكمل قتال مع جاك، وده بسبب النزيف اللي كان عنده، بيقع على الأرض وبيغمى عليه. وفي نفس الوقت بنشوف نائب مدير الانتربول وهو بيزور الرئيس المعزول فيدالبسلاف، وبنعرف وقتها ان نائب مدير الانتربول شغال مع فيدالبسلاف وواخد منه فلوس كتير جدا عشان يسرب له معلومات عن داريوس الشاهد الوحيد عليه. وبيهجم عليه وبيضربه بالقلم في ايده، وده لان داريوس هرب من رجالته، وبيقول له ان حياة داريوس قدام حياته، لو عاوز ينقذ نفسه يبقى لازم يعرف مكان داريوس. وبنرجع تاني لداريوس، واللي بتقدر ايميليا انها تعالجه وتوقف النزيف، وبعدها بتطلب من جاك انه يوافق على مساعدات. فبيسألها جاك عن السبب اللي تخليها تفكر فيه هو بالذات، فبتقول له ان في خان في الانتربول ومش عارفه هو مين، وعشان كده مش هتقدر تثق في اي حد هناك. وبتوعده انه لو نجح في توصيل داريوس هترقيه مره تانية وهترجعه مره تانية في قوات النخبه البريطانيه. وبتسيبه وبتروح لمديريه الانتربول. وفي نفس الوقت بيعرف الخائن نائب الانتربول ان داريوس مستخبي في واحده من البيوت التابعه لمكتب الانتربول، وعلى طول بيبعت رجالته على هناك علشان يقتلوا داريوس. وبسرعه بيجهز داريوس وجاك نفسهم، وبيبداوا يتحركوا عشان يهربوا من الرجاله اللي محاصرين المبنى، وبيقتلوا في طريقهم اي حد بيقف قدامهم، وبيقدروا بعد مطاردة عنيفة انهم يهربوا منه. وفي نفس الوقت بنشوف ايميليا وهي بتحقق معاها مع مديرة الانتربول، واللي بتعرف ان داريوس مع جاك حبيبها السابق، وبتدافع ايميليا عن نفسها وبتقول ان في خان في وسطهم، وعشان كده هي اضطرت انها تسلم داريوس لجاك عشان هو الوحيد اللي هيقدر يوصله. وقبل ما بتمشي ايميليا بينادي عليها النائب وبيقول لها انه هيحاول يضغط على المدير علشان تلغي قرار ايقافها عن العمل، بس طبعا في مقابل انها تعرف كل تحركات داريوس وجاك عشان يحاول يأمنهم طول رحلتهم لهولندا. بنروح لجاك وداريوس واللي بيقرروا انهم يغيروا عربيتهم، وده عشان محدش يحدد مكانهم عن طريقها. وهم في طريق بيحكي داريوس وجاك الطريقه اللي تم القبض عليه فيها، وهي انه هو في مهمه اتصلت عليه مراته سونيا وعرفته انها تعبانه وبتموت، ولما راح لها على المستشفى لقى عدد ضخم من ضباط الانتربول اللي قبضوا عليه وعليها. وبيقول له كمان انه حاول اكتر من مره انه يقتله لكنه كان محظوظ وبيهرب في كل مره منه. وفجاه بيطلب داريوس من جاك انه يركن على اي جنب علشان يدخل الحمام، ولكن بمجرد ما بينزل داريوس من العربيه بيهجم عليهم رجاله فيدالبسلاف وبيحاولوا انهم يقتلوهم للمره الثانيه، لكن بيقدروا يخلصوا عليهم بس بتنفجر العربيه، وبيضطروا وقتها انهم يكملوا مشي على رجليهم. وهم في الطريق بيحكي داريوس اليوم اللي قابل فيه مراته بحياته سونيا، واللي قابلها فانور، وفي الوقت ده بيشوف واحد بيحاول انه يتحرش بيها، لكنه بحركه سريعه بتمسكه سونيا وبتنزل فيه ضرب لحد ما بتكسر فك. ولما بيحاول واحد من صحابه انه يساعده بتخرج سكينه من جيبها وبتطعنه في جنبه، وفي اللحظه دي بينجذب داريوس ليها وبيقرب منها وبيعترف لها بحب، فبيتصدم من القصه وبيقول له ان مراته مجنون، فبيبتسم داريوس وبيقول له انه بيعشق جنونها. وفجاه بيظهر الاتوبيس على الطريق واللي بيكون بينقل مجموعه من الراهبات فبيركبوا معاهم. وفي نفس الوقت بنشوف فيدالبسلاف وهو متعصب بعد ما عرف من رجالته ان داريوس هرب منهم للمره الثانيه، وبيطلب منهم انهم يجهزوا الخطه البديله. وبنرجع تاني لجاك وداريوس واللي بيكونوا وصلوا لامستردام، وبيفضلوا هما الاتنين قاعدين يفكروا في طريقه يوصلوا بيها لهولندا من غير ما حد يشوفهم او يعرف تحركات. وفي وسط ما هم قاعدين بيفكروا بيبدا داريوس يحكي لجاك عن فولو والسبب اللي خلاه يبقى قاتل، وبيقول له انه كان كاهن ولما كان عمره 16 سنه هاجم شخص ابيض معصب على الكنيسه اللي بيشتغل ابوه فيها وخلص عليه. وبيكمل داريوس حياته بس بيفضل يدور على الشخص المتعصب ده وبيلاقيه وبيخلص عليه وبينتقم لابوه، ومن ساعتها وهو مش قادر يوقف قتل. وبعدها بيتجهوا هما الاتنين لبيت كان جاك مأجره من فتره علشان يجيبوا منه اسلحه ومعدات يدافعوا فيها عن نفسهم. وبيستأذن داريوس من جاك انه يدخل الحمام، وبوقت ما بيكون لوحده بيستغل الفرصه الذهبيه دي وبيهرب. وهنا رجاله فيدالبسلاف بيكونوا وصلوا لامستردام علشان يخلصوا على داريوس، وبعد فتره من البحث بيقدروا يلاقوه بيحاولوا يقتلوه، بس جاك بيظهر لهم وبيلحقوا في اخر لحظه وبيخلص عليهم كلهم، وبيتكلم مع داريوس بكل غضب وبيزعق. فبيعتذر داريوس من جاك وبيقول له انه كان حابب الوحده شويه عشان هو زعلان جدا على مراته سونيا. وبيهدى شويه جاك بيقوم داريوس يساله عن علاقته بايميليا، وهنا جاك بيجاوب بكل برود ان ايميليا قصه انتهت بسبب انها كانت سبب مقتل وسيط الاسلحه من اكتر من سنتين، وانه خلاص مش هيرجع لها من تاني. بس داريوس فجاه بيعترف لجاك ان هو اللي قتل وسيط كراساو بالخطا لما كان بيحاول يقتل دبلوماسي تاني في نفس المطار. بيغضب جدا جاك وبيضرب داريوس بالقلم لانه كان ظالم ايميليا كل السنين دي وهي ملهاش اي دعوه، وبيقول له سيبني انا مش همشي معاك تاني وكل حد يعمل اللي عاوزه. وبيروح على عربيه بتبيع خمر علشان يشرب وينسى الحاجات الوحشه اللي وجهها لايميليا حب عمره الوحيد.
وهنا داريوس بيحاول يمشي بس بيهجم عليه رجالة فيدالبسلاف وبيحاولوا يقتلوه. بيحصل ما بينهم اطلاق نار وجاك واقف بيتفرج على اللي بيحصل، بس فجأة بيقرر يغير رأيه ويساعد داريوس وبياخد موتوسيكل وبيبدأ يطارد الرجالة ويقتلهم علشان داريوس يهرب بالمركب في البحر. وفعلا بينجح في ده، بيقدر يهرب داريوس بس جاك مش بيلحق يستمتع بالانتصار ده. بتيجي عربية من ورا جاك وبتخبطه وبياخدوه معاهم علشان يحققوا معاه، وبيفضلوا يضربوا ويكهربوا ويعذبوه علشان يعترف على مكان داريوس. بس بيرجع داريوس وبيقتلهم وبينقذ جاك المدمر من كتر التعذيب وفقد الوعي. وبعد شوية بيفوق جاك وبيلاقي نفسه مع داريوس اللي بيعتذر له عن قتله لواسطة السلاح والسبب في خسارة حب حياته. بس جاك بيقول له بلاش الاعتذار يا عم، انا اللي ضيعتها من ايدي واتهمتها من غير ما تاخد فرصتها للتبرير. وبيقول جاك لداريوس ان حياته من غير ايميليا زي الجحيم. وهنا داريوس بينصح جاك انه يحاول يصالحها ويعتذر لها عن غلطته دي، بس جاك بيكون خايف من رد فعلها. وبيروحوا هما الاتنين يغيروا العربية بتاعتهم علشان يوصلوا للمحكمة. وهنا جاك بيستجمع شجاعته وبيعتذر لها على التليفون عن غلطته الكبيرة اللي كانت سبب فراقه. وقبل ما يقول لها بحبك بتخبط العربية بحاجز وبيطير جاك منها. وهنا بيوصلوا لهم رجالة فيدالبسلاف وبيحاولوا يقتلوه، بس داريوس بيهرب وبيطلب من جاك يلحقه. وفعلا جاك بيقدر يدخل المترو وداريوس بينطلق بسرعة كبيرة علشان يقدر يهرب منهم، وفعلا بينجح بالهروب. وجاك بيقاتل الرجالة وبيقتلهم واحد ورا التاني. وهنا داريوس بيكون وصل المحكمة قبل ما جلسة المحاكمة تخلص بثواني، وبيدخل القاعة وبيبدأ يعترف على فيدالبسلاف وعن كل جرائم وبيقدم أوراق وثبوتيات على ده. وهنا فيدالبسلاف بينهار بس رجالته بيقرروا ينفذوا الخطة البديلة. بيدخلوا شاحنة محملة بالمتفجرات للمحكمة بيفجروا جزء منها، وبيحاول فيدالبسلاف يستغل الصخب اللي حصل ويقتل داريوس، بس جاك بيلحقه وبينقذه. ومن الناحية التانية النائب الخاين بيهجم على ايميليا وبيحاول يقتلها وبيتمكن منها وبيكون خلاص هيخنقها، بس بيجي جاك وبينقذها. وبيحاول فيلادلفيلاف انه يهرب بس داريوس بيلحقه لسطح المبنى، وقبل ما يركب الهليكوبتر بيضربوا جاك بيقتل قائد الطيارة. وبيسألوا داريوس انت بتعمل كده ليه في شعبك؟ فبيجاوبوا انه دول مجرد حيوانات ملهمش قيمة. فبيتعصب داريوس من كلامه وبيرميه من على السطح. وهنا جاك بيكون خلاص اتدمر وفي حاجة للمستشفى، بس قبل ما ينقلوه المستشفى بيتصالح مع ايميليا وداريوس بيرجع لسونيا. ولحد هنا بيخلص فيلمنا الأكتر من رائع. لو حابب يوصلك آخر أفلامنا ما تنساش الاشتراك في القناة. سلام.